السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير، تحياتي ليكم جميعا. أهلا وسهلا بكم في حكايات سحر عمارة. نبدأ حكايتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. قصة النهاردة عن واحدة بتقول: أنا متجوزة من الأرياف، تعليمي عالي وجوزي كمان تعليمه عالي. إحنا البلد في الأرياف اللي بتتجوز بتروح لأن هي بتعيش في بيت عيلة، واللي بتعيش بره بيت العيلة بتروح طول النهار تقعد عند حماتها وبالليل تروح بيتها. المهم احنا كنا مبسوطين وعيلة كويسة جدا مع حماتي واهل وسلايف، كلنا مع بعض كويسين جدا. كنا مقسمين، حماية كان مقسم البيت، شغل البيت يعني كل واحدة تنزل يوم تخدم حماتي. ولما العيلة كترت وكله بقى عنده ولاد وما شاء الله العيلة زادت، بقى كل 2 ينزلوا يوم، واحدة تغسل وواحدة تطبخ. احنا كل حاجتنا وعيشتنا عند حماتي، بس بنطلع على النومة واحنا وطالعين لو اتبقى اكل ولا حاجة عشان خاطر الولاد كل واحدة بتغرف طبق وبتاخده. انا فضلت على الحال ده 13 سنة، وكمان جوزي طلع ما بيخلفش. رحت عملت تحاليل انا وهو لما اول 2 سنين ما جبناش عيال. انتوا عارفين بقى في الارياف لازم العيل تتجوزي من هنا العيل يجي. المهم عملنا تحاليل، كانت بنت عمتي دكتورة واخويا محامي. بنت عمتي دي متجوزة اخويا. لما وديت لها التحاليل عرفت ان جوزي اللي ما بيخلفش، وقالت لي جوزك اللي في عنده العيب. طبعا دي كبيرة قوي في البلد لما جوزي يطلع عنده عيب ان هو ما بيخلفش. وانا عشان بحب جوزي وبحبه، مش هقول لكم بحبه ازاي عشان ما اجرحش كرامته واخلي راسه مرفوعه في وسط البلد، قلت ان العيب مني. وطلبت من بنت عمتي، قالت لي انت عارفه ده معناه ايه؟ ان البلد كلها هتعرف ان انت اللي ما بتخلفيش. قلت لها وانا عندي استعداد اضحي لان انا بحبه جدا وهو كمان بيحبني، مش معقوله. قالت لي بس هتدفعي ثمن التضحيه دي، ان انت عمرك ما هتبقي ام. قلت لها مش مشكله. المهم ضحيت، واول 2 عدوا لغايه ما وصلنا 13 سنه. طول فتره ال 13 سنه دي جوزي كان بيشتغل معانا في نفس البلد في شركه. بعد كده ابتدى يطور من نفسه واتنقل فرع تاني في بلد تانيه غير اللي احنا قاعدين فيها. جاب شقه تمليك في البلد دي، وحماية قال لي روحي اقعدي مع جوزك. وفعلا رحت قعدت مع جوزي وعشنا حياتنا على اساس ان انا اللي مش بخلف وهو مقتنع ان انا مش بخلف وهو قابل الموضوع. كنا عايشين مبسوطين جدا جدا. لما الفلوس ابتدت تجري في ايد جوزي، بصراحة عمره ما بخل عليا في حاجة، كان بيجيب لي ذهب على طول. احنا الستات في الارياف بتحب الذهب او بتحب تجمع فلوس، فاحنا قلنا نجمع ذهب. المهم وجوزي بقى عنده عربية وكنا عايشين مبسوطين، وبقيت بلبس على الموضة وكل حاجة بيجيبها لي. مرة واحدة لقيت جوزي اتغير، ولقيته جاي بيقول لي بقول لك ايه، معلش احنا مضطرين نبيع الشقة دي ولازم ترجعي تعيشي في البلد. قلت له ليه؟ قال لي انا عايزه اعمل مشروع وعايزه اكبر نفسي وشقايه وتعبي يبقى ليا، مش عايزه افضل طول عمري اشتغل عند حد وكلام من ده. اقنعني خالص. طب عايز الذهب؟ اخد جزء من الذهب وساب لي جزء منه. المهم رجعت عشت في بيت العيلة. مامتي كانت وقتها تعبانة جدا، بقيت خدمتي على حماتي وعلى أمي. لما رجعت عشت في البلد جوزي بقى بيجيلي كل شهر. كان أسلوبه ومعاملته ليا ابتدت تتغير، مش عارفة ليه، حاسة ان هو متغير. لما قعدت اتكلمت معاه في ايه انت متغير عليا ليه؟ يقول لي عادي والله الشغل بس ابتدى يكتر. ايه اخبار المشروع بتاعك؟ قال لي بصراحة انا مش هكذب عليكي، انا خسرت الفلوس وبقيت بشتغل هي الشركة. لما قلت له اقعد معايا شوية، ما انت كده كده صاحب شركة دلوقتي وبتشتغل وانت ليك شغلك الخاص بيك. قال لي لا المشروع فشل وانا شغال في الشركة زي ما انا. رجعت والموضوع ما نجحش. قلت له تمام. في يوم اتصلوا بيا وقالوا لي كان هو بقى سافر. لما هو بيرجع البلد انا برجع اخدم امي، بروح لحماتي الصبح وبخلص عندها وبعد كده اقضي اليوم عند امي عشان اخدمها عشان مفيش حد يخدمها. المهم واخويا المحامي ده بقى بيقعد مع امي عشان هي تعبانه. في يوم كنا قاعدين احنا الاتنين والمفروض ان جوزي هيرجع الخميس، فانا اتصلت بيه بقول له معلش انا هبات عند امي النهارده عشان امي تعبانه، عبال ما تيجي بكره انا هكون جيت. قال لي تمام. المهم بتصل بحماتي بطمن عليها عشان كانت تعبانه شويه، فسمع صوت جوزي. بقول لها ايه ده، هو جوزي جه؟ قالت لي ده جوزك هنا يا منيله، هو انت ما تعرفيش؟ قلت لها لا ما اعرفش. فبقول له انت ما قلتليش ليه؟ طب اجي. قال لي لا خليكي النهارده زي ما انت عند امك وبكره بتعالي.
فحماتي تقريبا ناس تقفل التليفون، فلقيته بتقول له ايه يا ابني انت سايب المنيله عند امها كده ليه؟ ما جبتهاش ليه؟ قال لها بصراحه يا اما انا زهقت. قالت له والنبي ومين سمعك، الارض البور دي خليها مرزوعه في بيت ابوها، ادينا مرتاحين منها شويه. فلقيت اسلوب حماتي واسلوب جوزي، بقيت مستغربه جدا. مين قاعد جنبي؟ اخويا، لان انا كنت وقتها بنظف البط وفاتحه السبيكر واخويا قاعد سامع المكالمه. لقيت اخويا بيشاور لي على بقي ان انا ما اتكلمش، وراح اخويا مسجل المكالمه. لا بقول لك ياما انا زهقت منها، انا نفسي اشوف لي حته عيل، انا عايزه اقول لك على حاجه بس ما تقوليش لحد. قالت له ايه يا ابني خير؟ عامله ايه المنيله دي معاك؟ دي الواحد كارهها سم، بس الواحد ساكت عشان خاطرك ابنه انت يا ابني، وبيعاملها كويس عشان خاطرك انت، احنا عندنا ولايه برضو. قال لها في يا ام مالك مش طايقاها كده؟ قالت له مش طايقاها؟ كفايه يا ابني ان انا مش عارفه اشوف لك حته عيل، واخواتك كل واحد عنده 4 و5 عيال ما شاء الله، وانت مش عايز افرح بيك بحته عيل كتمت على حياتنا وعلى نفسك وضلمت حياتك يا ابني، ده انت مالكش سلسال في الدنيا. قال لها بصي ياما انا عايزه اقول لك على حاجه، الصراحه ياما انا متجوز في مصر، متجوز بقالي شهرين، ومراتي شرط عليا ان هي مش هتحمل غير لما اطلق دي واوديها بيت ابوها، وانت عارفه يا اما انا جايب لها دهب كتير وجايب حاجات كتير في بيتي، انا لو انفصلت عنها هي هتاخد كل ده. انت ناسيه ان هم كاتبين عليا قايمه وكاتبين شيك وكاتبين حاجات كتير قوي يا اما، انا مش عايزه اطلع خسران، كفايه كل السنين دي قاعد خسران من غير ما اسمع كلمه بابا. طبعا كل ده وانا مصدومه. اخويا شافني هتكلم راح حاطط ايده على بقي ومشاور لي اسكتي، يعني بمعنى اسكتي. المهم بقيت مصدومه من اللي جوزي بيقوله واللي حماتي بتقوله، ودمعتي على خدي، مش عارفه اعمل ايه. معقوله بعد التضحيه اللي انا ضحيتها دي وان انا ضحيت بامومتي هو يعمل كده ويتجوز عليا وكمان عايز يطلعني من المولد بلا حمص؟ بصي ياما انا عندي فكره. كل ده وهو بيكمل، بصي ياما انا عندي فكره، انا ممكن اجيب واحد صاحبي وانا مش هنا، وابويا في الغيط يعني، واخواتي الصبيان مش هنا، وتطلعيه الشقه وتشوفي بقى هتعملي ايه، تخليه تمسكيه معاها في الشقه وتقولي ان هو كان جاي لها انا هدفع له مبلغ كويس، وتقولي ان هو انت قفشتيه معاها في الشقه عشان نطلعها بفضيحه ان هي ما تاخدش ولا حاجه، وان هم يدوني الشيك اللي انا ماضي عليه، وتطلع من غير اي حاجه، كفايه السنين اللي هي عاشتها، تطلع كده من مولد بلا حمص. قالت له لا يا ابني انا مرضاش ان هي وليه نطلع بيها بزنا وكده، انا عندي ولايه وانا وليه زيها يا ابني، مش للدرجه دي، وهي لما تبقى قضيه زنا يا ابني ما الناس كلها هتتكلم عليك وسمعتك انت اللي هتبقى في الارض. لا احنا نفكر لها في حاجه تانية. قال طب ايه يا ابني، ايه رايك، انا عندي مبلغ بتاع فرح اخوك في الدولاب نحطوه بتاع العفش، نحطه في اليوم اللي هي جايه تنظف لي فيه الشقه وان هي جايه تقعد عندنا، نقوله اللي هي اللي سرقته وتاخده تحطه في شقتك ونقوله ان هي اللي اخدته. قال لها تمام ياما، وانا كمان عندي دهب جايبه، هقول ان انا كنت جايبه لك، جايبه لمراتي التانيه، هقول ان انا كنت جايبه لك هديه وهي كمان طمعت فيه واخدته، ايه رايك ياما؟ قالت له ماشي، وانا يا ابني هزود كمان حتتين دهب من عندي، او نحطه الدهب بتاعي كله على الدهب اللي انت جايبه على مبلغ فلوس اخوك، ونقوله ان هي سرقت الحاجه من البيت وان هي غيرانه من سلفتها الجديده وان هي عايزه تطفشها، ايه رايك يا ابني؟ قال لها تمام ياما، خلاص قبل ما تيجي واليوم اللي هتنزل لك فيه انا هاخد الدهب والحاجه كل ده والسماعه مفتوحه. اخويا قال لي بس وقفلنا السكه. قال لي كل ده وانت لقيت اخويا لطشني حته قلم؟ ضيعتي سنين، احلى سنين عمرك عشان خاطر واحد ما يستاهلش، وحرمتي نفسك من الخلفه، وما تقوليش ليه خليتي البلد كلها تتكلم عليك. قلت له انا كنت بحبه وكنت معميه في حبه، وقلت اهو يمشي في راسه مرفعه في البلد بدل ما هو. قال لي خلاص سيبهولي، روحي روحي واعرفي مكان الفلوس دي فين، واما يحطها تقلبي الشقه وتتصلي بيا وانا هجيلك اكني بزورك، وهاخد الفلوس والذهب واشيلهم عندي، وما تجيبي سيره لحد ان احنا هنعمل كده، ولا تجيبي سيره التسجيل، وتبقي قويه كده ومستقويه، ولا ينزل لك دمعه، ولا تحسي ان انت مش متعامليهم كويس لغايه ما نشوف اخره الموضوع ده ايه. المهم انت عايز تطلع اختي زانيه وتجرحها في البلد وتمشينا راسنا في الارض، طب احنا هنوريك هنعمل فيه ايه. وفعلا نزلت عند حماتي اخدمها، وكنت انا وسلفتي، ونزلنا روقنا الشقه، ولقينا حماتي تاني يوم بتصوت يا لهوي فلوس الورا بتاعت الفرح اتسرقت، فلوس الولا مش عارفه ايه.
وقعدت تصوت مع فلوس الذهب والحاجة. كنت انا قبليها بيوم اتصلت باخويا وخليته جه قعد معانا وشرب الشاي، وكان جايب شنطته بتاعت الشغل، محامي ماشي بشنطة دبلوماسية، فحطينا فيها الذهب، حطيته له من غير ما جوزي يحس. جوزي دخل يتوضى وقال له بس هصلي العشاء واجيلك. المهم قال له ماشي اتوضى وانا هتوضى وراك. دخلت جبت لاخويا الفلوس من الدولاب وحطيتها له في الكيسه وحطها في الشنطه واخدها ومشى. فين اخوكي؟ قلت له اخويا جاله تليفون ونزل جاله شغل. المهم تاني يوم حماتي بتصوت وخلاص بقى عايزين يفتشوني ويفتشوا بيت السلايف كلها، قال لك البيوت كلها هتتفتش. رغم كده حماية مش مقتنع ويقول لهم ازاي يعني هنفتشوا البيوت والفلوس كانت محطوطه، وديتيها فين يا وليه؟ قال لها، قالت له والله ما خدت حاجه، انا ما وديتها في حته، وتحلف. المهم في جايه اخته قالت له ازاي يعني الفلوس هتضيع؟ قال لها وانت كمان لو ما لقيناش الفلوس هنا انت كمان بيتك هيروح يتفتش، انت هتفضحني في وسط اخوات، في وسط جوزي يعني وعيلته، ازاي هتعمل كده؟ اخوي راح جوزي قال له لا احنا نفتش البيوت اللي هنا، اختي ملهاش دعوه، على اساس بقى ان هو هيطلع الفلوس والذهب من بيتي. المهم دخلوا فتشوا بيت سلايفي كلها، فاضل بيتي. طبعا الست واقفه فرحانه ومبسوطه ان هي هتطلع الذهب من بيتي. المهم وقفوا يدوروا الشقه وقلبوا الدنيا كلها، وهو يروح يفتش في المكان اللي حاطط فيه ويطلع الهدوم وفضى الدولاب كله عشان خاطر يلاقي حاجه. قلت له انت بتفضي كده ليه؟ هو انت شايفني حراميه؟ يقول لي لا انا بدور زي ما الناس كلها ما بتدور، وحماية يدور وسلايفي يدور وكل الدنيا كانت بتدور، بس احنا الحريم كنا واقفين بعيد. مع العلم وقال انا كمان كنت حاطط مبلغ في الدولاب ده مش موجود. قلت له يا لهوي، يعني احنا كمان في بيتنا دخل حرامي؟ ما انت عاطي المفتاح لامك، يعني اي حد ممكن يدخل وياخد الفلوس. المهم اخدت انا كمان الفلوس اللي كان شايلها في الدولاب، واخدت كمان جزء من ذهبي اللي انا مش بلبسه وحطيته مع الذهب والفلوس التانية. وقعدوا يدوروا وقعدوا يقولوا الفلوس راحت فين، وحماتي تقول تلطم وتصوت لما عرفت ان الموضوع قلب جد وان الفلوس والذهب اتسرقوا. قالت له ده فلوس عفش اخوك هنجيبها منين؟ فلوس عفش اخوك هنجيبها منين؟ يقول لها يا ماما خلاص اسكتي هتتدبر. قالت له انت اللي سرقتهم وانت اللي اخدتهم، يبقى انت اللي تجيب الفلوس. قال لها يا امي انا مش حرامي، انا معاكي، انا حطيتهم في الحته الفلانيه، انا مش عارف الفلوس تكون راحت فين. المهم تاني يوم بقى بيعاملني وحش، والشقه دي لازم تتروق قبل ما تنامي، الفلوس دي كانت محطوطه في الدولاب راحت فين؟ مفيش غيرك اللي بيدخل. قلت له لا مفيش غيري ايه، ما انت مع امك مفتاح تحت، ممكن تكون حد منهم اللي سرق عند امك طلع سرق عندي. طبعا هو مش متاكد عشان انا هو اللي حاطط الفلوس بايده. وفضلوا الاتنين سمعاهم من الشباك، لان انا الدور اللي فوق حماتي على طول، وهي تقول له لو الفلوس دي ما جاتش انا هقول على كل حاجه، هقول ان انت اللي سرقت الفلوس والذهب وذهبي يرجع. المهم لقيته متغير عليا، اخدت بعضي ورحت رايحه بيت اهلي. فجايت اخويا قال له احنا خلاص اختي تلزمنا، احنا عايزين اختي، ازاي تفتشوا بيتها وازاي تقولوا عليها حراميه؟ حماية قال له لا يا ابني احنا فتشنا البيوت كلها، انت عارف ده فلوس فرح الولا ومش عارفين نعمل ايه. قال له طب تعالى حاج انا هسمعك حاجه، وراح مسمعه الشريط التسجيل اللي هو المكالمه اللي كانت دايره، وحماتي مش حاسه. بقوا الاتنين قاعدين مصدومين. راح حماية حلف على حماتي ورمي عليها يمين الطلاق، وقال لها الفلوس والذهب لو ما رجعوش انت هتبقي طالق بالتلاتة. قلت له يا حماية الفلوس دي معايا، انا اللي اخدتها، وده حقي وحق ان انا حرمت نفسي من الامومه 13 سنه. وعلى فكره يا اللي رحت اتجوزت عليا ورمتني واخدت شقتي وجيت رمتني هنا في الارياف عشان تتجوز في شقتك، ومراتك طالبه منك انك تطلقني، انت اللي ما بتخلفش مش انا. كانت صدمه بالنسبه لهم، وحماية فعلا طلق حماتي، واخدت الذهب لاني جبت ناس شيوخ بتاعه البلد والناس الكبيره اللي في البلد وقعدتهم واخويا، وفعلا جوزي طلقني واخدت كل الفلوس والذهب وعملت مشروع ليا. الناس كلها بتلومني، الناس كلها بتلومني ان انا اخدت الفلوس وان انا عملت المشكله دي كلها. كنت ممكن اروح للناس الكبيره من الاول وارجع فلوس الولد اللي هو عايز يتجوز، وان جوزي كده هيبقى ملزم بيها. هل انا ارجع الفلوس اللي جوزي عشان عفش اخوه، وحكموا ان انا اخد الذهب بس وارجع فلوس الولد بتاعه العفش؟ انا مش هرجع حاجه، واخويا قال لهم مش هيرجع حاجه، مع العلم ان هو هيدفع فلوس كمان اللي في الشيك.
وان هو هيطلقني. هو بيقول لهم انا متمسك بيها وخلاص مش هطلقها. قالوا له بعد اللي حصل وبعد ما انت عايز تلبسها قضية زنا ما ينفعش خالص. بقت سيرته على كل لسان ولازمني ان انا ارجع فلوس اخوه، وانا مش عايزه ارجع فلوس اخوه. انا كده غلطانه؟ اولا انت مش غلطانه في اي حاجه عملتيها. جزات الفلوس اخوه، هو ملزم جوزك بقى ولا طليقك ان هو يدفعها. من حفر حفره لاخيه وقع فيها. وحماتك تستاهل اللي جررها، لان هي ست زيك المفروض كانت تحس بيكي. وازاي ان هي هتطلعك حراميه في وسط بلد ارياف؟ كل بيت عارف كل همسه في كل بيت. كل واحد عارفين الهمسه الكحه اللي بتتكحل في بيت البلد كلها بتعرفها. ازاي كان عايز يطلعك ان انت ست مش كويسه، ان انت تطلعي بقضيه زنا عشان خاطر كرامته اللي انت صايناها وما كنتيش عايزه تقولي ان هو ما بيخلفش. ده يا جماعه احنا بتجيلنا قصص كتير، الست اللي ما بتخلفش وما فيهاش عيب ما فيهاش حاجه، عرفين ان هو اللي ما بيخلفش وعشان يصونك، وعشان لو انت عايزه تضحي بقى بموضوع الامومه تبقي مضحيه بكرامتك وكبريائك. محدش يخبي على حد حاجة، خليكوا صراحة. مفيش حاجة اسمها كرامته، ما زي ما هو عنده كرامة انت كمان عندك كرامة. ادي جزات اللي بيحفر حفرة لاخيه وقع فيها، ما ترجعيش ولا ذهب ولا فلوس، هو اللي ملزم يرجع بالذهب والفلوس. وجزات امه ان انت تاخدي ذهبها او الذهب اللي هو كان جايبه لمراته التانية حلال عليكي. اللي انت عملتيه ده صح من رأيي انا صح. شوفي رأي الناس هتقولك رجعي فلوس الذهب فلوس العفش بتاعت اخوه ولا لأ. لو هو بقى بصي معلش عشان هو ملهوش ذنب، لو هو ما قدرش يرجع فلوس اخوه، لو الدنيا هتخرب مع اخوه ومراته خطيبته يعني الموضوع هيتفركش، تقدري تسيبي لاخوه فلوسه. معلش اديكي فضحتيهم في وسط الناس وفي وسط البلد، واخدتي ذهب اللي هو كان جايبه لمراته وذهب امه كمان. وافتحي مشروع وانت اكيد سنك صغير هتقدري تتجوزي وتجيبي عيال، والناس كلها عرفت حقيقته خلاص وعرفت ان هو اللي ما بيخلفش. خليه بقى يلزم زي ما هو باع، كان عايز يلبسك قضية الزنا، يبيع عربيته يبيع شقته بقى اللي في القاهرة، ياخد من مراته التانية فلوس يجوز اخوه. انا من رأيي ما تدلوش اي حاجة. الفلوس والذهب ده من حقك انتي، ده جزات اللي انت عملتيه وجزات ال 13 سنه ان انت قعدتيهم وحرمتي نفسك من الامومه. اتجوزي وعيشي حياتك وخليه هو يموت بقهرته كده. واكيد مراته لما تعرف ان هو اللي ما بيخلفش هتنفصل عنه برضه، وادي شرطها ان انت كنت تطلقي. يا ريت تبعتي لها التسجيل وشوفي جزء تعرفيها جوزها كان عايز يعمل ايه، وان هو ما يتامنش ان هو يقول عليه جوز، او ان هو يتامن ان هو يبقى امين على زوجه او على بيت، او ان هو يستاهل يبقى اب في حياته. يعني يمكن ربنا عمل كده عشان هو نيته سودا، وان هو بيتمنى الشر للناس. ده انت مراته اللي قعد معاكي 13 سنه، شوفي شره وصل في الاخر لايه، ان هو عايز يبوظ سمعتك. دي حكايتنا وقصتنا النهارده. ترجع الفلوس والذهب ولا خلاص حلال عليها ويبقى حقها؟ دي قصتنا وحكايتنا النهارده، وسلام عليكم.